وهذه العشر الأواخر قيل عنها إنها أفضل ليالي السنة كلها، إذ في السنة ليال وأيام، فالأيام قيل إن أفضلها الأيام الأول من 10 ذي الحجة، وأما الليالي فقيل إن أفضلها في السنة كلها هي الليالي العشر من شهر رمضان التي نحن مقبلون عليها. هذه الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في القيام ويجتهد في الطاعة فيها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله ويشد مئزره ويطوي فراشه ويلزم المسجد معتكفا. وهذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم في العشر يدل على فضل هذه العشر كلها، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ليلة القدر منها بخصوصه كما كان في أول أمره، أو لكونه لم يكن عالما لها لما نسيها عليه الصلاة والسلام. قصدي من ذلك أن نعلم أن العشر الأواخر فاضلة بعمومها وفاضلة لما حوته من ليلة القدر. إذن هذا الفضل الأول لهذه العشر هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالعبادة، وإكثاره فيها صلى الله عليه وسلم بالطاعة بشد المئزر وإحياء الليل ولزوم المساجد وإيقاظ أهله وطي فراشه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضل هذه العشر الأواخر أيها الأفاضل أن هذه العشر هي خواتيم رمضان، والأعمال بخواتيمها، فإن العمل إذا كان خاتمته حسنة فإنها علامة خيرية فيه وقبول له، ولو كان أوله شابه ما شابه من النقص. ولما كان الثلث كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، دلنا ذلك على أن من فعل كثيرا في رمضان واجتهد في العشر الأواخر منه بالطاعة والبر والإحسان فقد فعل خيرا كثيرا في شهر رمضان، فحق له أن يكون ممن اجتهد في هذا الشهر العظيم اجتهادا كبيرا. ولما قلت إن الثلث هو الكثير لأن العلماء قد قرروا قاعدة مشهورة، وهو أن الثلث حد بين حد القلة وحد الكثرة، فهو حد يفصل بين القلة، فما نقص عنه فهو قليل، وما زاد عنه فهو كثير وهو حد، ويلحق في أحايين كثيرة بالكثرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير، أي أنه حد للكثرة. ومن فضائل هذه العشر الأواخر التي نحن مقبلون عليها أن فيها ليلة عظيمة. هذه الليلة ذكرها الله في كتابه وجعل لها من الفضل ما ليس لغيرها من ليالي العام كله، إنها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. إذن هذه الليلة العظيمة هي ليلة عظيمة فاضلة قد جعل الله عز وجل فيها من الفضل ما ليس لغيرها من ليالي السنة. ففي هذه الليلة يضاعف العمل ويرجى قبول الصالحات ويرجى قبول الدعوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيتني إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الليلة قيل إنها يكون فيها تقدير الحول من حيث ما ينزل إلى الملائكة مما يكون من خير وشر. وليعلم المرء أنه في وقت التقدير الأسبوعي والحول يشرع له الاجتهاد في الطاعة، إذ ترفع الأعمال في يوم الاثنين فيجتهد فيشرع فيه الطاعة، ويقدر العمل والقدر الحولي في ليلة القدر في أحد قولي أهل العلم، ويجتهد فيه في الطاعة. إذن المقصود من هذا أن هذه العشر أيها الأفاضل فيها من الفضل العظيم الشيء الكثير، ولكن المغبون والمحروم حقيقة هو من أدرك هذه العشر بعقل سليم وجسم صحيح، ثم تمر عليه هذه العشر كسائر أيام
السنة من غير اجتهاد ولا مزيد طاعة وإقبال على الله عز وجل، ولا يندم على ذلك إلا من فقد الصحة بعد وجودها أي بالمرض، وفقد الحياة بوفاته، فحين ذلك ينوم نفسه ويندم على سنوات مرت عليه ولم يجتهد فيها، وحين ذاك يصدق عليه ما قال الناظم: فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتبار.